السلام عليكم البنات، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحه جيده. مرحبا بكم كامل في قناتي قناه هاجة سيلو. واليوم ان شاء الله جيتكم بوصفه المعمول المحشي بالتمر والجوز. يجي دوفليت قبل الفم كما راكم تشوفوا، يجي بزاف بنين. تقدروا توجدوه لقهوه العصر. بالنسبه لي يحبوا لي غاتو ساك، وثاني تقدروا ديروا هاد لاغوسات في العيد الكبير ان شاء الله اذا حيانا ربي. تقدروا تحتفظوا بلا فيديو وديروها في العيد ان شاء الله. ما نطولش عليكم ونخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. في الغيسيبيون كنت وزنت 125 غرام مارغرين، زدت عليها ربع كاس سكر ناعم، ربع كاس مايزينا، رشة تاع الملح، لافاني، صفر بيضة، وملعقة كبيرة الحدا اللي راح تخلي لنا المعمول ديالنا يجي بزاف طري وبنين. هذا هو المكون من الاحسن استعملوه. واذا ما توفرش عندكم اللحظه اللي هي حليب غبره تقدروا تستغناو عليه. اذا كان متوفر عندكم في الدار من الاحسن ديروه. بعدها بديت نخلط بالباتور، مره على مره نهبط هذوك الجوانب باش يتخلطوا لي كامل المكونات حتى تشوفوا الزبده ديالكم بدات تبيض. ومن الاحسن زبده ولا لا مارغريني تستعملوها تكون طريه هكذا باش تساعدكم في الخدمه. واللي ما توفرش عندها الباتور ولا ما حبش تخدم به تقدر تخدم بيدها ولا بلا ماغيس. ليسونسيال خدموا مليح هذيك الزبده باش تمد لكم نتيجه مليحه. من بعد نبدا نطم العجينه تاعي بالفرينه. الفرينه دائما نقول لكم طموا زيدوها بالتدريج عفوا حتى تنطم لكم. العجينه تكون كيما لاباط صابلي، ما تكونش ناشفه بزاف وما تكونش طريه كيما راكم تشوفوا. فوالا ما تيبسوهاش بزاف وثاني ما تخلوهاش طريه بزاف تتلاصق في اليد. غطيت العجينه بكيس بلاستيكي هكذا باش ما تنشفش العجينه ديالكم. ونمروا نحضروا الحشو. نحتاجو 150 غرام غرس اللي هو عجينه التمر، 70 غرام جوز اللي يكون مرحي خشين ولا قسموه بالموس، ما ديروهش خشين بزاف وما ديروهش رقيق بزاف. نحتاجو ثاني رشه تاع القرفه وحوالي 2 مغارف كبار تاع المزهر. هنا الغرس ديالي كان طري، بديت نعجن فيه وضفت له هذاك المزهر كما راكم تشوفوا. نحاول ندخل كامل كميه المزهر وتكون 2 مغارف كبار. العجينه التمر ولا الحشو لازم يكون طري هكذايا. مع الاول تحسوا بلي الغرس ديالكم راهو يتلاصق، من بعد راح يتلم. هنا زدت عليه الجوز بهذه الطريقه. واللي ما يتوفرش عندهم الجوز تقدروا ديروا جلجلان عفوا يكون محمص. هنا نعاون روحي بالكوبات ونطم العجينه ديالي كما راكم تشوفوا. فوالا من بعد نزيد عليها مغرفه كبيره تاع زبده ما تكونش معمره مليح بهذه الطريقه. ونحاول ندخل كامل هذيك الزبده في عجينه التمر. وفي الاخير نزيد رشه خفيفه تاع القرفه بهذه الطريقه. الحشو ديالكم لازم يكون طري كيما العجينه وما ديروش يابس هكذا باش يجيكم طري. ومام كي يطيب راح يبقى لكم طري الحشو ديالكم ولا التمر ديالكم بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. قلت لكم يكون طري كيما قوام تاع العجينه. من بعد هنا كنت وزنت العجينه ديالي وكورتها هكذا باش ما يجيكمش لا فيديو طويله. بالنسبه للعجينه كنت وزنتها 25 غرام والحشو وزنته 9 حتى 10 غرام كيما حبيتوا. انا وزنته نورمالمون 9 غرام. فوالا كيما راكم تشوفوا تحلوا العجينه ديالكم على شكل دائره، ديروا حفره كبيره. من بعد تحطوا لافارس ديالكم في الوسط كيما راكم تشوفوا. هنا راني نوري لكم بالعقل. من بعد تحطوا لافارس ديالكم وتحاولوا تغلقوا عليها بيان. وكي تكونوا دوروا في العجينه ديالكم غير بالعقل هكذا باش ما يخرج لكمش هذاك التمر. وثاني دوروها بيان باش تجيكم كره ماشي مشقه بهذه الطريقه. يعني العمليه راهي سهله. تكملوا كامل الحبات ديالكم تعمروهم بلافارس. من بعد راح نوري لكم هذا المول ولا الطابع اللي راح نخدم به خاص بالمعمول. كما راكم تشوفوا هذا كنت شريته عندي المام واحد العامين هكذاك، فيه بزاف رشمات. انا استعملت رشمه واحده برك. تلصقوها من بعد ديروا شويه في الفرينه كما راكم تشوفوا وتنفضوها بيان هكذا كي تطبعوا الحبه ديالكم ما راحش تجي فيها من الفوق الفرينه. وانتم استعملوا اي طابع عندكم في الدار بالك يكون يتباع هذا المول. هذاك الوقت نورمالمون شريته 45,000 بالك تلقاوه يتباع في الاسواق. ولا استعملوا اي مول تاع المعمول كيما حبيتو واش متوفر عندكم في الدار بهذه الطريقه. من بعد راح تهبط الحبه ديالكم بكل سهوله. فوالا
كيما راكم تشوفوا. انا قلت لكم استعملت رشمه واحده، ما حبيتش نبدل. فوالا ديروه في الفرينه، من بعد تنفضوه بيان وتطبعوا الحبه ديالكم كيما راه موضح في لا فيديو حتى تكملوا الكميه كامل ديالكم. في هاد الاثناء انا كنت شعلت الفرن ديالي يسخن على 170 درجه. بعد ما كملت الحبات ديالي كامل خديت كيردون ودرت ثقوب، يعني زوج ثقوب كيما راكم تشوفوا هكذا باش ما يتنفخناش المعمول ديالنا بهذه الطريقه. من بعد ندخلو يطيب قلت لكم في فرن يكون مسخن مقبل على 170 درجه، من التحت ومن الفوق باللون الذهبي، من الفوق شعلوا شويه برك هكذا باش ياخذ اللون الذهبي وما يجيكمش صامت بهذه الطريقه. من بعد تخليوه يبرد بيان. بعد ما برد بيان رشيت له سكر غلاس، والحبات ديالي بعد ما رشيت لهم سكر غلاس نفضتهم هكا بصبعي وغطيت هذوك الثقوب اللي درناهم مقبيلات راح يتغطاو هكذا باش ما يبقاوش يبانوا. والمعمول ديالنا اللي حضرناه كيما راكم تشوفوا جا ما شاء الله بزاف بنين يجي. قلت لكم طري دوك نقسم معاكم حبه ما شاء الله، والمذاق ديالو رائع. ننصحكم انكم تجربوه باذن الله راح يعجبكم. وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع احبابكم واصدقائكم لتعم الفائده. واذا عندكم اي اقتراح ولا تساؤل ولا حبيتوا وصفات نبارطاجيها معكم اكتبوا لي في التعليقات ولا ابعثوا لي على صفحتي في الانستغرام هاجر سيلو. وصلنا نهاية الفيديو، نقول لكم تهلاو في روحكم، ربي يحفظكم، ونتلاقاو في وصفات وفيديوهات أخرى بإذن الله. سلام.